ويعود الأستاذ سعد الدين الهلالي بآراء تثير الجدل. أول حاجة قالها الأستاذ سعد الدين الهلالي أنه يجوز أن يعقد المحلل الزواج على المرأة فقط دون أن يدخل بها، وده بيتضارب مع قواعد الشريعة الإسلامية لأن الزواج مربوط بالدخول، فكده سعد الدين الهلالي حلل التيس المستعار. تاني حاجة بقى للأستاذ سعد الدين الهلالي المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. وخد التالتة بقى، قال إيه؟ يجوز للفقراء إن هم يضحوا بفرخة بطيور في عيد الأضحى. طبعا الأزهر طلع بيان ورد على هذه الآراء الشاذة اللي أنا بعتبرها طبعا آراء شاذة. وطبعا أنا كنت من المؤيدين للمشروع بقانون اللي وافقت عليه الحكومة والمطروح على مجلس الشعب والخاص بالفتوى، إنه لو صدرت الفتوى من غير المختصين واللي حددهم القانون هيعاقب بالحبس والغرامة، علشان نرتاح من هذه الآراء ومن سعد الدين الهلالي. انتوا بقى ايه رأيكم في آراء سعد الدين الهلالي؟ خصوصا كمان ان هو قال رأي كارثي ان القدس لا يجوز الدفاع عنه. اكتبوا في الكومنتات آراءكم في سعد الدين الهلالي واللي بتعتبر من وجهة نظري آراء شاذة. تحياتي.